اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا نوع من أنواع الحلويات التونسية التقليدية البنينة برشا. وصفتنا لليوم هي مقروض تونسي. باش نعطيكم طريقة سهلة، مقادير مضبوطة. بقدرة ربي تابعوا الفيديو وتنجحوا في الوصفة من أول مرة. يجيكم أبا مقروض، حاجة الروح للروح، لونه ذهبي معسل هشوش يذوب في الفم. تحضروه في ساعة من زمان، ما يستحقش تبيتوه. إن شاء الله الفيديو يفيدكم، يقدم لكم الإضافة. وإذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم. وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا المكونات وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. باش نستحقوا للوصفة متاعنا رطل سميد أحرش 500 غرام. سميد أحرش هذه النوعية متاعو، السميد اللي نحضروا به هريسة اللوز ونستعملوه زاده في تحضير الصدر. المكونات اللي باش نستعملوهم يعطيونا تقريبا 3 كيلو مقروض. نتوما تنجموا تعملوا نص الكمية، تقسموا المكونات الكل على 2 وإلا تضاعفوا المقادير. وتوا نخليهم لكم مكتوبين في أول تعليق. 500 غرام سميد أحرش باش نستعملوا عليها 750 غرام سميد أرطب، السميد اللي نعجنوا به الخبز. وباش نستعملوا معاهم 300 غرام من الفارينة، فارينة عادية. باش نحطوا شوية ملح. إذا كان عندكم المستكة تنجموا تستعملوا شوية، ترحيوها في المهريس تطحنوها وتحطوا معاها شوية ملح. أنا ما عنديش المستكة استغنيت عليها، حطيت شوية ملح. وباش نخلطوا المكونات هذوما في الشايح. من بعد ما خلطنا المكونات مليح باش نزيد عليهم زوز مغارف كبار من السمن. هذايا سمن حر محضرته وحدي في الدار، طريقة سبق وشاركتها معاكم. تو نخلي لكم رابط الفيديو في أول تعليق. إذا كان ما عندكمش السمن عوضوا بالزبدة الحيوانية، حطوا منها زوز مغارف كبار. وعندي 450 مليلتر زيت زيتونة. لهنا حطيت 400 مليلتر وزدت وزنت 50 مليلتر على خاطر الحليب ما هزليش كمية كاملة. إذا كان ما عندكم زيت زيتونة وإلا تحبوا تخدموا وصفة كوميرسيال تنجموا تعوضوا زيت الزيتونة بالزيت النباتي. الزيت اللي صبيته عادي بارد ماهوش سخون، زيت عادي. سواء زيت زيتونة ولا زيت نباتي استعملوه عادي من غير ما تسخنوه. نخدموا المكونات بكفوف يدينا، نبسوهم مليح بالزيت والزبدة. الخدمة الكلها تصير في المرحلة هذية. من بعد كي باش نصبوا الماء مانيش باش نعجنوا جملة، باش نلموا العجينة لمان، باش نلموها بصوابع اليد. وهذاك السر الأول في نجاح المقروض، باش يجيكم مهشوش. إذا كان تعجنوه راهو يجيكم يابس. والوصفة ذي راهي سهلة، تبعوها كما هي وبقدرة ربي تنجحوا فيه من أول مرة. لهنا ثبتوا في طريقة الخدمة. أو كنهز كمية ونفركها مليح بين كفوف يديا باش تبسوه بالكدا. كملنا بسسنا المكونات مليح، نخليهم على جنب. أو غسلت يديا ونشفتهم. وخذيت لهنا 450 مليلتر ماء عادي، ماء من السبالة. وعندي زعفران الحر باش نستعمل منه 2 غرامات. هذوما أكياس فيهم كل كيس غرام واحد من الزعفران. بودرة مرحي. تنجموا تستعملوا زعفران الشعرة، ترقدوه في الماء خليوه يتحلى شوية وتستعملوه. إذا كان ما عندكمش الزعفران الحر عوضوا بشوية كركم، لكن تحطوا ذرة صغيرة على راس المغرفة، ما تكثروش كمية كبيرة باش المقروض ما يجيش فيه طعمة المرارة. ومن الأحسن تستعملوا الزعفران. وباش نزيد نحط مغرفة كبيرة من روح العطرشية باش المقروض متاعنا يجي بنين. تنجموا تعوضوا بالزهر ولا تستعملوا عطرشية. تو نصبوا كمية الماء الكل. المقادير اللي قلت لكم عليهم مقادير مضبوطين، لا تزيدوا لا تنقصوا. استعملت الصفية باش نصفي بها الماء، وزدت حليتك الكمية اللي قاعدت فيها متاع الزعفران. توا نبداو نلمو في العجينة بالطريقة هذية، نلموها بصوابع يدينا من غير ما نعجنوا. نعاود ونأكد. والعملية هذية ما تدومش برشا، تقريبا دقيقتين 3. المكونات يتجانسوا. في الأول تحسوا الخليط جاري شوية، لكن من بعد السميد يشرب ويولي الخليط متاعنا متماسك. نجموا نشكلوه بكل سهولة. شوفوا كيفاش نخلط فيه بصوابع يديا من غير ما تعجنوه. هذه هي العجينة متاعنا حاضرة، تكون عجينة طرية. توا باش نغطيوها نخليوها ترتاح شوية، تقريبا ربيع ساعة حتى لنصيف ساعة، الوقت اللي حضرنا فيه العجينة متاع التمر.
طريقة سهلة كما قلت لكم، من غير ما تبيتوا العجينة، تحضروه في ساعة من زمان. عندي 500 جرام من عجينة التمر، هذه محضرتها في الدار وحدي، مفوحة حاضرة. الطريقة سبق وشاركتها معاكم في فيديو بالتفصيل، تو نخلي لكم الرابط متاعه في أول تعليق. العجينة ذيك خرجتها من الكونجيلاتور. ديما نحضر كمية كبيرة ونقسمها في أكياس ونحتفظ بها في المجمد. زدت عليها شوية جلجلين تقريبا 50 جرام وقطرات من روح العطرشية. تنجموا تزيدوا معها أي نوع متاع مكسرات، لوز، بفريوة، فستق، على حسب الرغبة متاعكم. من الأحسن تحضروا عجينة التمر وحدكم، يكون الطعم متاعها أبن وتكونوا متأكدين منها، خاطر العجينة اللي تتباع البرة راي ماهيش باهية، يرحيو التمر على بعضه وتكون فيها طعمة القروصية. نعجنوها توا شوية، ندخلوا فيها الكمية متاع الجلجلين، وباش ندهن يديا بشوية زيت باش نقسموها ل8 قطع متساويين. كما شفتوا قصيت بالعين، وانتم تنجموا تستعملوا الميزان. كل قطعة توا باش نشكلوها شوية بين كفوف يدينا، وباش نحلوها بودان على البلان دو ترافاي. كلهم توا باش نخدموهم بنفس الطريقة. استعملوا شوية زيت تدهنوا به البلان دو ترافاي وتدهنوا به يديكم باش تنجموا تشكلوها بكل سهولة. البلانش اللي باش نحط عليها لي بودان زاد دهنتها بشوية زيت باش العجينة متاع التمر ما تلصقش. كما شكلنا عجينة التمر نخليوها على جنب. توا باش نرجعوا للعجينة، خليتها ارتاحت تقريبا 20 دقيقة، الوقت اللي حضرت فيه عجينة التمر. نفس الشيء توا العجينة متاعنا باش نقسموها ل8 قطع متساويين. لهنا قسمتها بالعين كما شفتوا، وباش نزيد نوزنها بالميزان. تقريبا كل قطعة جاي فيها 320 جرام. الطريقة ذي تسهل عليكم برشا، تضيعوا تقريبا 10 دقائق باش تقسموا التمر والعجينة، لكن من بعد تخدموا بكل سهولة وتجيكم قد العجينة قد التمر. توا باش نبداو نشكلوا المقروض، ناخذوا قطعة من العجينة باش نحلوها على البلان دو ترافاي، نعملوها بودان بالطول. وفي نفس الوقت ناخذوا العجينة متاع التمر باش نقيسوا عليها، لازم يكونوا الاثنين نفس القياس. من بعد ما نحلوا العجينة باش نعملوا فيها غرقة على الطول، ننزلوا بصويبة ايدينا بالطريقة ذي باش نعملوا حفرة نحطوا فيها البودان متاع التمر، ننزلوا عليه شوية ونسكروا العجينة من الفوق. حاولوا تقرصوا مليح باش العجينة تلصق في بعضها. من بعد نحاولوا نخدموها شوية بكفوف يدينا ونزيدوا نلفوها شوية، نتحصلوا عليها بودان بالشكل هذايا. نخليوها على جنب، حاولوا حطوهم مرتبين. من بعد أول بودان شكلتوه هذاك هو اللي باش تخدموه في الأول، يكون ارتاح أكثر من الآخرين. وبنفس الطريقة توا باش نكمل نخدم الكمية الكل. كملت خدمت الكمية الكل، نغطيوهم بكيس بلاستيكي باش ما يشيحوش بالهواء. وباش نكملوا نخدموا توا من غير ما نرتحوهم، باش ناخذوا أول بودان شكلناه وباش نبداو نخدموا المقروض متاعنا. هذاك علاش قلت لكم الطريقة سهلة وسريعة، في ساعة ما تحضروا المقروض. عندي القالب هذايا بلاستيك، إذا كان ما عندكمش القالب متاع المقروض نجموا تستغنيوا عليه، تاخذوا حتى بلانش تشكلوا بها المقروض متاعكم. ناخذوا توا أول بودان شكلناه، هذه حاجة مهمة برشا على خاطر يكون نرتاح أكثر. نقسموها على 2 باش نسهلوا على رواحنا، نسكروا الجهة المحلولة ونبداو نحلوا فيه على البلان دو ترافاي. حاولوا طولوه شوية وانتم تنزلوا بكفوف يديكم وصوابعكم، وفي نفس الوقت تلفوا باش تتحصلوا على بودان مستوي. إذا كان تحسوا شوية الهواء في وسط العجينة، حاولوا تنزلوا شوية بصوابعكم باش تخرجوا الهواء. كما شكلنا البودان، حاولوا حلوه الكل نفس القياس. ناخذوا توا القالب نطبعوا المقروض، حاولوا تنزلوا مليح كيف تحطوا القالب، ما يلزمش الكعبة متاع المقروض تكون خشينة. من بعد ما طبعناها نزيدوا نستويوها شوية من الجناب ونقصوها، الرشمة تساعد في القصان.
باش يجيكم الكلهم نفس القياس. نهزوا الكعيبات متاع المقروض نحطوهم في بلاتو، والكعبات اللي شكلتوهم في الاول هذوكم من بعد باش تقليهم هما في الاول. ديما تمشيو بالترتيب، يكونوا تشمعوا شويه يحملوا القليين، حطوهم مرتبين. او البلاتو اللي تشكلوه في الاول تقليوه هو في الاول. توا نفس العمليه باش تقعد تتعاود حتى لين نكملوا نخدموا الكميه الكل. لهنا حبيت نوريكم كملت شكلت الطبق الاول، نخليه على جنب. اذا كان عندكم الطبقه متاعكم كيف كيف حاولوا كل طبق حطوا فيه حتى ورقه باش تقمروهم. انا هو الطبق اللي حضرتوه الاول. كملنا شكلنا المقروض الكل كما شفتوا، نتحصلوا على كميه كبيره ما شاء الله. تاو باش نتعداو مباشره نقليوه من غير ما نرتحوه. المهم تبداو تقليو الكميه اللي شكلتوها في الاول. حطيت الزيت يسخن على النار، ماذا بيكم تستعملوا قلية كبيرة وتكون غارقة باش تهزلكم كمية كبيرة. نحطوا الزيت يسخن في الأول على نار قوية، ومن بعد كي باش نبداو نقليو نقصوا نار متوسطة. عندي العسل اللي باش نعسل بيه، هذايا حضرته من قبل والطريقة شاركتها معاكم في فيديو بالتفصيل، ساهل ماهل. تو نخلي لكم الرابط متاع الفيديو في أول تعليق. ومن الأحسن عجينة التمر والعسل تكونوا حضرتوهم من قبل، تخدموا المقروض في نهارته، العسل يكون حاضر والعجينة تكون حاضرة، تسهلوا على رواحكم. لهنا خذيت شوية ما كديشي اللي قعد لي، جربت به الزيت سخن ولا لا. ديما ماذا بيكم تجربوا بالديشي. والعسل حطيته على النار دوب ليش باش ندفيه يتحل شوية يكون دافي. نحيوا كديشي اللي جربنا به، نقصوا نار متوسطة ونحطوا القلية الأولى. كي تحطوا المقروض ما يلزمش تحركوه جملة باش ما يتفترش ويتحل لكم في الزيت، ما يلزمش تحركوه. هذه من أهم الأسباب باش ينجح المقروض. تحطوا القلية متاعكم خليوها تطيب مليح، تتحمر ملوطة، ومن بعد تقلبوها على الجهة الثانية، ولازم تكونوا بحذاه شكاكا ما يتحرقش. نهزوا القلية متاعنا شوية باش الكعبات يبعدوا على بعضهم. العسل الحاضر نخليه على جنب، جوست راني دفيته ما تخليش حتى لين يسخن. تو باش نقلبوا المقروض على الجهة الثانية تقريبا يزيد دقيقتين ويكون عنا حاضر. ما يلزمش لونه يكون غامق برشا، خاطر من بعد كي باش نحطوه في العسل مازال لونه يغمق. يزيد تقريبا دقيقتين ويكون عنا حاضر. هذا هو الطاب، نستقطروه مليح من الزيت ونسقطوه في العسل كما شفتوا لونه فاتح. نخليه يتعسل شوية الوقت اللي طيبنا فيه القلية الثانية. تو باش نستقطروا من العسل وباش نزيد نحطه في صفية باش يهبط الكمية الزايدة اللي فيه، وباش نكمل نرش عليه شوية جلجلين. وهذه هو طاب وحضر. كما شفتوا الطريقة سهلة. توا باش نكمل نحضر الكمية الكل بنفس الطريقة ونرجعوا باش نشوفوا النتيجة النهائية. هذا هو المقروض متاعنا في الشكل النهائي، جاي ما شاء الله نودكم ومن شهيكم. قد ما نقولكم بنين وهشوش يذوب في الفم. جربوا الوصفة وبقدرة ربي ما تندموش، اعملوا حتى نصف الكمية وتمتعوا بأبن مقروض. هذا هو الفيديو متاعنا لليوم، إن شاء الله فاتكم قدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم. نتقابلوا في وصفات أخرين، وآخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافية له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، إن شاء الله ربي يبلغنا ويبلغكم العيد على خير، ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.